وبسم الله أبدي وياكم فيديو اليوم وبالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الكل بخير وصحة وسلامة وراحة بال. رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله يا ربي يعجبكم وينال رضاكم. طبعا هذا الفيديو كان المفروض ينزل قبل العيد أو أول أيام العيد، كنت مسوية بيه تحضيرات يعني. طبعا هذا الفيديو أنا صورته قبل عرفات بيوم. هنا تريقنا وتوجهنا لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. هنا الأجواء الحلوة وقت الصباح تقريبا الساعة 7 الصبح. رحنا للإمام الكاظم أنا وأبو حسوني وجهالي اثنينهم، يعني الصغار عندي أمير وجوان. رحنا للإمام الكاظم، كان عندي نذر بنات والحمد لله وفيت نذري وتكرمنا بزيارة الإمام موسى بن جعفر. كانت الأجواء كلش حلوة كلش حلوة، يعني فد راحة نفسية، فد أمور يعني ما أعرف، تحسون فد شعور غريب، شعور مريح يعني إلى درجة يعني ترتاحون نفسيا كلش كلش هواية. هنا حبيت أخذ لكم لقطة. طبعا هنا أكو عصفور إجا وظل يقمز على هاي الزوالي على الأرض الكاظمية. الله، يعني يعني شفتها لقطة كلش حلوة مميزة. بنات صراحة قلت لكم هذا الفيديو كان المفروض ينزل لكم لو بالعرفات بالليل لو أول أيام العيد، بس أني صارت عندي حالة وفاة. توفت مرت حماية الله يرحمها ويرحم أمواتكم مصباح العيد، يعني هي توفت يوم عرفات تقريبا، يعني آخر ساعات بيوم عرفات، يعني مصباح العيد هي صبحت متوفية. فصارت الفاتحة مالتها عندنا بالبيت. يعني بنات إحنا ما عيدنا للأسف، يعني كان الموقف كلش محزن. مرت حماية إنسانة كلش طيبة وحنونة وكلش أحبها وأقدرها وأحترمها، وهي هم الله يرحمها كانت كلش تحبني، يعني كنت أعتبرها أختي الكبيرة. كلش كنت أقدرها وأنقهر عليها لأنه هي تمرضت كلش هواية وتأذت خطية، المرض كلش أذاها بنات. اسم الله عليكم، صارت عندها جلطة وشلل نصفي وصارت مقعدة، يعني أمورها كلش تعبانة كانت. فأعتقد إنه الموت راحة إلها، يعني في ظل يعني هيجي حالة مرضية وماكو يعني حتى أكل ما تقدر تاكل، مجرد إنه بالسرنجة، يعني صار تقريبا سنة على هالوضع هذا. فالحمد لله والشكر على كل حال. صارت وفاتها بهيجي أيام حلوة ومباركة. مصباح العيد هي يعني توفت، انتقلت إلى رحمة الله. فما كنت أقدر إنه أنزل الفيديو، أصلا ضمينا ملابسنا اللي كنا محضريها للعيد وسوالفنا. كنت مقررة إنه أسوي أجواء حلوة وكنا مقررين إنه نطلع. يعني كانت ببالنا عدة مكانات إنه نطلع ونتونس بيها. طبعا الفيديو مش سريع وما حكيت لكم عنه. هنا جبنا كليتشة بنات، أنا كل عيد أسوي كليتشة بس هذا العيد ما قدرت أسوي كليتشة، فجبناها من برا وكانت كليتشة كلش طيبة، طعمها يخبل بنات هشة. وسبحان الله الكليتشة اللي قمت أسويها لأنه أسويها بدهن جنة، فقامت تأذيني يعني بشكل تأذيني، يصير عندي انتفاخ بالقولون. ومو هذا السبب، يعني صراحة مو هذا السبب اللي خلاني ما أسوي كليتشة، لا والله. بس يعني صراحة ما قدرت، ما بيا حيل بنات. وكان واهس ماكو، عدنا واهس للعيد وكنا متحضرين فد أمور وتحضيرات وخيطنا واشترينا ورتبنا وجهزنا نفسنا للعيد، يعني ما كان على بالنا إنه سبحان الله
إنه مرات حماية راح تتوفى يعني بالعيد، وهذي نهائيًا، لأنه قُلت لكم هي صار لها تقريبًا سنة يعني على هالوضع هذا، لكن رب العالمين شاء إنه ياخذ أمانته بهيجي أيام حلوة ومباركة، ويا رب يا رب يرحمها ويرحم كل أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والسامعين. طبعًا أني اللي عليَّ يا بنات سويته، فتحت بيتي أنا وزوجي وبناتي وأولادي، وسوينا كل اللي نقدر عليه. صارت الفاتحة قُلت لكم عندنا بالبيت يعني يومين العيد، ولحد الآن بنات يعني هي باكر ال7 مالتها تصادف يوم الثلاثاء، وهم ال7 مالتها راح يصير يمنا. من اليوم إحنا من العصر راح أبلش تحضيرات وترتيبات، راح نحضّر الباكر لأنه معازيم هواي راح يجون. يعني هاي الفترة كلها إحنا ناس رايحة جاية علينا، تعرفون بعد يعني اللي عنده فاتحة أكيد الناس تروح وتجي عليه. فكل التعازي صارت ببيتنا، لأنه هي خطية يعني. هي ليش صارت الفاتحة عندنا بالبيت؟ لأنه إحنا الوحيدين اللي بقينا بنفس المنطقة. لما انباع بيت الورثة وحمويني الله يرحمهم عوائلهم أخذوا حصصهم، فانتقلوا كل واحد بمنطقة. فهاي المناطق يعني اللي شالوا بيها مو هالقد الناس تعرفهم، بس هنا بمنطقتنا إحنا أنا وزوجي يعني بقينا الناس كلها تعرفنا وتعرف عيالي يعني. فقرروا ولدها إنه الفاتحة تصير يم عمهم، صارت فاتحة الزلم بالجامع يمنا، جامع معروف، وفاتحة النساء صارت عندنا بالبيت. فالحمد لله على كل حال. أقول يا ربي إن شاء الله كل أيامكم عيد، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة، وإن شاء الله تتحقق كل أمانيكم، وإن شاء الله يا ربي أشوفكم بصحة وسلامة وعافية وخير وبركة. وتحية وسلام خاص لكل حجاجنا وحبايبنا وأهلنا، ومن ضمنهم مرت أخويا. الله يحفظكم، وإن شاء الله يا ربي حج مبرور وذنب مغفور، وإن شاء الله تنورون بلدكم بالخير والصحة والسلامة. طبعا أنا هم يعني عندي مرت أخويا الحمد لله الله كرمها بالحج، لكن حاليا ما راح أقدر أروح. هي إن شاء الله اليوم توصل أو باكر، فما راح أقدر أروح لأنه عندي ضيوف هواية وناس تروح وتجي، فنشوف يعني حسب الفراغ نروح نتبارك للحجاج اللي جايين. ويا ربي إن شاء الله تكون ما أعرف بنات شو أحكي صراحة. بنات أنا كلش ضايجة ومخنوقة، فلهذا السبب قعدت وحدي حاليا وقلت خل أنزل فيديو. يعني مخنوقة مو شلون ما كان، والله العظيم كلش تأثرت بنات، بس واحد لازم يماشي الحياة، لأنه الحياة هي أساسا تمشي، يعني ماكو شي يوقف إنه هي إنسان مات خلاص وقفت الحياة، لا، الحياة ماشية ولازم نسايرها، ولازم إنه نتحمل ونصبر على الكاتبة رب العالمين. فالحمد لله والشكر على كل حال. ولهنا حبايبي أقول لكم مع السلامة، وانتظروني بفيديو قادم.